السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشتغل على خريطة البي اتش بس بطريقة كده مختلفة شوية، يعني مش مسألة، لا هو الغرض من اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي الست نقط دول، ازاي نحدد نقطة على الخريطة، تمام، ونجيب عندها الخواص. طبعا عشان احدد نقطة على الخريطة لازم يبقى عندي حاجتين، ومن خلال الحاجتين دول اقدر اجيب نقطة على الخريطة، زي مثلا درجة الجفاف، تمام، اللي هي الاكس 1/10، ودرجة الحرارة 20 درجة. اشوف الخط بتاع ده واشوف الخط بتاع ده على الخريطة، الاتنين هيتقاطعوا في نقطة، هي دي النقطة هجيب عندها الضغط، واجيب عندها الانصلب، واجيب عندها درجة الحرارة، واجيب عندها ايه؟ الاكس اللي هي معامل الجفاف اللي هو 1/10. طب تعالى كده ناخدهم بند بند كده، هم 6. تعالى كده ناخدها واحدة واحدة. أول حاجة أهي، بيقول لي إيه؟ الإكس ب1/10 ودرجة الحرارة 20، ده المعطى، تمام؟ هو محتاج بقى أحدد النقطة على الخريطة عشان أجيب الضغط وأجيب الانصلبي. طب تعالى كده، فين ال1/10؟ 1/10 جفاف اللي هو دي، ده الخط بتاعها، يبقى أكيد النقطة اللي أنا عايزها هتقع على الخط ده. تمام، كويس جدا. ودرجة حرارة 20، درجة حرارة 20 فين؟ ادي الزيرو، ادي 10، ادي 20، تمام، ادي ال 20 اهي. وبالتالي النقطة فين؟ ادي الخط بتاع ال 20 وده بتاع الاكس اللي هو معامل الجفاف اللي هو 1/10، الاتنين اتقاطعوا هنا، يبقى هي دي النقطة اللي انا عايزها. تمام، طبعا سهل جدا ان انا اجيب الضغط اهو، والانصلبي انزل تحت. طب انزل كده، هات الانصلبي تقريبا هنا، يعني 240 دي 280 دي هنا 260 250، يعني 200 حاجة، مثلا ممكن 246. ماشي، تعالى نجيب احنا كده الانصلبي كيلو جول لكل كيلو جرام، نروح نجيب الضغط اهو بين ال5 وال6، يبقى 5 وحاجة، نقدر نقول 5 و7 مثلا، تمشي. وكده عملنا أول نقطة، نخش على النقطة التانية. بيقول لي درجة الجفاف 6/10، ماشي، والضغط 8 بار، الضغط 8 بار اهو، ماشي، والجفاف 6/10، فين 6/10؟ امشي كده اهو، 6/10 اهي. يبقى اعمل كده، عندي 8 بار وعندي الاكس ب6/10، يبقى النقطة بتاعتي اهي. ايوه كده تمام. اروح اجيب الانصلبي، عندك الانصلبي اهو بين ال 320 و 360، هنا 340، يعني ممكن 345. تمام. طيب درجة الحرارة، درجة الحرارة بص هي بعد ال30 بحاجات بسيطة، يعني ممكن نجيبها من هنا أو أهي. تمام تمام. أنت طبعا عارف درجة الحرارة أو الخط بتاعها ماشي كده، وبعد كده أول ما يوصل عند خط التشبع بتاع البخار يقوم منكسر ونزل لتحت أهو 30. هي بعد ال30 بحاجات بسيطة، ممكن نقول 31، آدي 31. وكده نخلص المثال التاني، نخش على التالت. نغير بقى، بقول لك إيه؟ الانصلبي كام؟ 380، ادي الانصلب 380، واعمل الخط بتاعه 380 اهو، عندي 380 واطلع خط رأسي. تمام، ماشي. وضغطه 8/10 بار، فين ال 8/10 بار؟ اهي 8/10 بار الخط اهي. خلي بالك هنا 5/10 6/10 7/10 8/10 1. تمام، انا اهي النقطة دي عايز عندها درجة الحرارة، درجة الحرارة، ودي النقطة بتاعتي اهي. طبعا معامل الجفاف اول حاجة لازم اجيبها، اللي سهلة جدا، ما دام وقع على خط التشبع بتاع البخار فهي بواحد. تمام، اما لو كانت واقعة على خط التشبع السائل فهي بزيرو، وبعد كده 1/10 وهكذا. طب درجة الحرارة هي قبل -30، ممكن نقول -29. ماشي. طيب نكمل، ناخد رابع حاجة، كذا نقطة فيها دي، حلو. بخار مشبع درجة حرارته -20. طب هو هنا مش جاب لي الا حاجة واحدة بس، درجة الحرارة، لا، وقال لك بخار مشبع. يعني ايه بخار مشبع؟ يعني النقطة هتقع على الخط بتاع البخار ده اللي هو الكيرف ده. تمام، ده خط التشبع البخار وده خط التشبع السائل، يبقى النقطة تقع هنا. طب فين -20؟ -20 اهي، -20، وتبقى هي دي النقطة اللي أنا عايزها بكل بساطة.
اجيب عندها كل الحاجات الباقيه ديت. طب انزل خط رأس كده، هتجيب عندك الانصلبي تقريبا 385 هكتب. طيب عندك الضغط تقريبا 1.1 1.25. تمام، اكتبها بالبار. طيب الاكس طبعا هو على خط التشبع البخاري يبقى بواحد، اكتبها 1. طيب تعالى هات الانتروبي، وعايز انتروبي هتطلع خط كده وتروح تقراها من فوق، هتلاقيها تقريبا 1740. تمام، كمل ماشي. عايز ايه تاني؟ بس خلي بالك هنا الاس بالجول لكل كيلو جرام درجة. تمام، لو بالكيلو جول عايزها بالكيلو جول تقوم قاسم منها على 1000. طيب تعالى بقى نروح نجيب الحجم النوعي الفي. الحجم النوعي هي الخطوط دي، تقوم عامل خط كده تقريبا اهي عند 150. تمام، وقلنا الرقم ده تقسمه على 1000 وبالتالي دي 15 من 100 متر مكعب لكل كيلو جرام. تمام، ولو عايز تجيب الكثافة هي مقلوب الحجم النوعي، يعني تقول 1/15 من 100، دي ملهاش علاقة بالخريطة بقى. 1/15 من 100 يديك 6.6. تعال نخش عند خامس حاجة. هنا كثافته 12 كيلو جرام لكل متر مكعب، ده مديك الكثافة، ودرجة حرارته 10. طب درجة حرارته دي سهلة. طيب أول حاجة درجة حرارة 10، نروح نعملها كده على الخريطة، ادي ال10 اهي. تمام، النقطة تقع على الخط ده. طيب يبقى أول حاجة درجة الحرارة. طب الكثافة، طب ما الخريطة ما فيهاش كثافة بس فيها حجم نوعي، والحجم النوعي هو مقلوب الكثافة. الحجم النوعي 1 على الكثافة، يعني 1 على 12 يديني 83/1000، اضربها في 1000 هيديك 83. فين ال 83 اهي اهي. يبقى هي دي النقطة اللي أنا عايزها. أرجع للنقطة دي تاني. احنا قلنا الدرجات اللي هنا ديت، تمام، عشان تجيبها لازم تقسمها على 1000. تمام، يعني هي أساسا مضروبة في 1000. عشان كده لما يجيب لك الحجم النوعي وعايز تجيبه على الخريطة بالدرجات دي تقوم ضربه في 1000. تمام، فاداك هنا 83. حلو أوي. طيب تعال نكمل. محتاج ايه؟ محتاج الانصلبي والضغط والاكس اللي هي معامل الجفاف. معامل الجفاف طبعا مالوش معامل الجفاف، لان معامل الجفاف هنا اخرك هنا الواحد، ودي طبعا هتبقى 1000000%، هتبقى يعني مفيش حاجه اسمها اعلى من 1، فمش هجيبها، هسيبها زي ما هي كده. طيب اول حاجه نجيب الضغط، عندك كده تقريبا 2.5 وكاتب هنا 2.5. طيب بعد كده اجيب الانصلبي 400 وهنا 410 تقريبا 408، اقوم كاتب 408. تمام، والاكس ما تكتبهاش، الاكس اخرك هنا بواحد. طيب هو المفروض اساسا ما يجيبش اللي احنا نجيب الاكس. طيب ناخد عند اخر واحده اللي هي عندي بيقول لي بقى حجم نوعي 25,000 متر مكعب لكل جرام، والضغط 1 بار. تعالى على 1 بار واعمل الضغط اهو 1 بار. تمام. طيب الحجم النوعي كام؟ 25,000 متر مكعب لكل كيلو جرام، بس عشان تروح تجيبه على الخريطه الرقم ده لازم اضربه في 1000. تمام، اضربه في 1000. طيب ادي اهو 25/100 ب1000، يعني اداني 250. اروح ادور على 250 فين؟ اهي هنا، دي هي النقطة دي. تمام، وهنا اقدر اجيب الانصلبي. كام الانصلبي؟ 440 وهنا 450، هي 400 قبل 450 بنقطتين، يبقى ممكن 448. تمام ماشي. درجة الحرارة هي واقع على نفس درجة الحرارة والخط ده اللي أنا مش شايفه بين 40 و60، هو تقريبا هتبقى تقريبا تكون 50. فدرجة الحرارة هنا 50
ما حدش يروح يجيب هنا ويقول لي مثلا دي سالب 26. لا، خطوط درجة الحرارة اللي هي الخطوط الحمراء دي، فهي واقعة على نفس الخط ده اهو 50. او ممكن تنزلوا تحت تجيبوا 50، اللي قبلها دي 40 واللي بعدها دي 60، او اكتب هنا 50. تمام. وهنا ما تكتبش معامل جفاف لان اخرك هنا بيبقى 1. تمام. شوية امثلة جميلة جدا اللي يقدر يشتغلها حرفيا على الخريطة فهو كده اتمكن من موضوع الخريطة. تمام. اللي جاي كله سهل. المهم كده عارف يجيب الحجم النوعي ويمشي ازاي بالانتروبي، ويعرف الخط دوت ده خط البخار المشبع، ودوت بخار ده السائل المشبع. تمام. عارف خطوط درجة الحرارة اللي هي الخطوط اللي بالعرض كده، وبعد كده بتيجي بالكسرة ديت او بالكيرف ده. تمام. الضغط بجيبه من هنا. تمام. اما دي درجة الحرارة نفس هي درجة الحرارة دي، يعني مثلا دي 40 دي 40 اهي. تمام. والخطوط اللي تحت ديت اللي هي الرأسية ديت اللي هي خطوط الانسالبي. تمام. اتمنى الناس تطبق الكلام ده، تعملها بايديها عشان تقدر تتمكن من الموضوع ده. وكده نكون خلصنا. بالتوفيق يا شباب. سلام. خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. بشكركم من قلبي على وقتكم ومتابعتكم، وأتمنى أكون وفقت في توصيل المعلومة. مستني رأيكم في الكومنتات سواء بالنقد أو الاستفسار عن أي شيء، ووعد مني القادم هيكون أحسن وأقوى في مجال التبريد والتكييف.